سلمى، جريف تاريخية غدوة في الإعلام التونسي، لأول مرة إضراب عام بهذا الحجم. باش نشوفوا التصورات اللي قدمتها النقابة وباش تفسر لنا غدوة كيفاش نلقاو مثلا التلفز المشاركة في الإضراب، الإذاعات المشاركة في الإضراب، الجرايد المشاركة في الإضراب، كيفاش باش نلقاوها. ولكن مبدئيا حجم الإضراب والمشاركة فيه، هل عندكم تأكيدات للمشاركة في عدد من المؤسسات الإعلامية سلمى؟ في الحقيقة هي سابقة في تاريخ الصحافة التونسية وفي تاريخ تونس الحديثة عموما. هذا الإضراب العام في قطاع حساس وقطاع نخبوي كقطاع الإعلام. ما لاحظناه من زملاء أثناء الجولة التي قام بها أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين داخل المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها من سمعي ومرئي ومكتوب، أن هناك حماسا كبيرا لهذا الإضراب، باعتبار أن القاعدة الصحفية هي التي اختارت مبدأ الإضراب نظرا لتكرر الاعتداءات على الصحفيين ونظرا لما لمسه الجميع من رغبة في إعادة احتواء هذا القطاع وإعادة إنتاجه في شكل ما كان سائدا قبل ثورة 14 جانفي. كنا نشوفوا احنا في السلوغان نتاع الإضراب سلمى جلاسي كيفاش عمليا غدوة التوانسة باش يلقاو التلافز المشاركة في الإضراب، الإذاعات المشاركة في الإضراب، الجرايد المشاركة في الإضراب، ومواقع الإنترنت المشاركة في الإضراب. في الحقيقة هناك تم اجتماع المكتب التنفيذي الموسع والذي فيه تقريبا تمثيلية لكل زملائنا من قطاعات مختلفة، من صحافة إلكترونية إلى مكتوبة إلى سمعي بصري وقطاع خاص وقطاع عمومي. علينا أن نفرق بين هذين الأمرين، وتم الاتفاق على أشكال الإضراب وتراتيبه. من أشكال الإضراب أن الصحافة المكتوبة غدا لن يكون هناك تغطيات لأهم الأحداث أو لكل الأحداث تقريبا، لن تكون هناك مراسلات خارجية وتغطيات خارج مواقع العمل. على الزملاء أن يلتزموا بالحضور في مواقع العمل والإمضاء على وثيقة الإضراب أو الالتزام بالإضراب. الصحف لن تصدر في اليوم الموالي أي يوم 18 يوم الخميس. أما بالنسبة إلى الإعلام السمعي والبصري، فإن في الإعلام السمعي البصري الاقتصار على توفير الحد الأدنى من استمرارية المرفق العام وضمان الحد الأدنى من حق المواطن في المعلومة، باعتبار أننا نقوم بهذا الإضراب من أجل حق مجتمعي وهو حق المواطن في المعلومة. نحن لا نضرب من أجل مطالب خاصة للقطاع أو مطالب فئوية، بل نضرب من أجل حق مجتمع هو حق حرية التعبير. إذن سنوفر للمواطن الحد الأدنى من حرية الإعلام مع استمرارية المرفق العام. وفي الإعلام الإلكتروني نفس الشيء، التزم زملائنا أصحاب المواقع الإلكترونية وزملائنا العاملين بنفس الشيء، الاقتصار على العناوين من غير ونفس تفاصيل. الشيء في الإذاعات تقريبا، إلغاء المواجيز إلا للإعلان عن الإضراب وأسبابه، وإلغاء البرامج الحوارية إلا للحديث عن الإضراب العام، والاقتصار على نشرة واحدة من أجل توفير الحد الأدنى من المعلومات. بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص نفس الشيء باش نلقاو هناك التزام وتحمسا حتى لدى زملائنا وأصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة في المرئي والمسموع وفي الصحافة المكتوبة، والتزام أكثر من زملائنا العاملين داخل هذه المؤسسات بإنجاح هذا الإضراب والالتزام بتعليمات المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين. يعني باش نعطيو مثال بسيط، غدوة مثلا إذا كان فما إذاعات تقدم في عملية أخبار وأخبار مطولة نوعا ما، فإنه المشاركة في الإضراب يعني باش يكون فما حاجة قصيرة ياسر فيها كان العناوين والتذكير بأنه المؤسسة في إضراب، الصحفيين المؤسسات في إضراب. الاقتصار على نشرة واحدة مثلا في الإذاعات العمومية هناك ما بين مواجيز ونشرات 16 موعد إخباري، 4 نشرات رئيسية مع تقريبا 12 موجز للأنباء. أما عن المواجيز فإنه يتم توفير الجينيريك والاقتصار على مذيع أو صحفي أو صحفية للإعلان أن الصحفيين التونسيين وصحفيتهم يوم 17 أكتوبر هذا الموعد تاريخهم في إضراب، والاقتصار على موعد يختاره الزملاء. عادة أتصور أنه تم الاتفاق على أنه سيكون في نشرة 1 أو 2 ظهرا، وتوفير الحد الأدنى من المعلومة مع تقدير لأهمية هذه المعلومة. المواعيد العادية من نوع النشاط الحكومي أو نشاطات الأحزاب أو هذه مش تكون موجودة. لن تكون موجودة.
وهذا تم الاتفاق فيه مع رؤساء التحرير مع الزملاء، والاقتصار على الأغاني الوطنية والأغاني الملتزمة وأخبار هذا الإضراب وأسبابه ونتائجه. الأخبار، وإذا كان فما ديبا ولا حوار ولا نقاش فإنه يكون على موضوع حرية الإعلام. فما وقفة غدوة مع ماضي ساعة واحدة في بعد أن يلتزم الزملاء، لأنه هذا الإضراب هو إضراب حضوري، نحضر بمؤسساتنا، نمضي على وثيقة الإضراب، نلتزم بالحضور في مواقع العمل، ثم على الساعة 1 يكون هناك موعد في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتعبير عن احتجاج الصحفيين والصحفيات التونسيين والتونسيات على هذا السلوك الذي دفعنا إلى شن مثل هذا الإضراب. وأسباب هذا الإضراب عديدة ومعروفة، منها المطالبة بدسترة حق التعبير دون قيد أو شرط، تطبيق القوانين ومنها المرسومين 115 و 116، حصانة الصحفي، عدم تقييد الحريات، حرية التعبير، وكل هذا دائما من أجل ليس الإضراب كما قلت وأكرر ونكرر جميعا أن هذا الإضراب ليس من أجل مطالب فئوية خاصة لقطاع الإعلام. مطلبنا الأساسي هو مطلب مجتمعي حتى لا نعود إلى مثل ما كانت عليه الحال في عهد النظام البائد.